فيما يتعلق بتورط جند الله. طبعا هن اعلنوا مسؤوليتهم، مش اتهام فقط، ولكن يعني فيما يتعلق بكل مجريات الاحداث. اولا انا ارحب بالاخ محمد علي نجاح. والنظام يقول اجهزه المخابرات الدوليه هي التي تساعد جند الله، فماذا يعمل شوشتري في هذه الصوره في افغانستان مع جنود امريكان وناتو؟ وماذا تعمل كاميرات وهذه جنود امريكان وناتو وراءه؟ فهيدي صور اصيله. كيف فينا الخطاب المزدوج من النظام؟ كيف انت متاكد انه هيدي صور اصيله مش مركبه؟ لا، موجودة في النت، وموجودة في موقع بيك نت، وموجودة في أعمال النظام. وأهم من هذا، إيش تعمل كاميرات إسرائيلية التي استولت عليها جند الله من مقرات الحرس في سروان، وليس الكاميرات الإسرائيلية فقط، بل في موقع عقبات راسك ألقوا القبض على 16 حرسا، 40 كلاشينكوف، 5 راجمات صواريخ، 7 RPG، 9 كاميرات تحت الشاشة الحمراء، 5 قناصات، 100 متفجرة التي تزرع في الطرق. وإلى الآن قتل 3000 بلوشي من هاي المتفجرات التي تزرعه النظام ضد شعبه. طيب لحظة بس خليني استفسر. خليني هيدي عم تحكي لي أنت عن أسلحة، عم تحكي لنا هكذا يكون أستاذ عبد الرحيم. أستاذ عبد الرحيم، أنت عم تحكي لنا عن أسلحة ومعدات حصلوا عليها عناصر جند الله في عمليات قاموا بها ضد مراكز للقوى الأمنية الإيرانية في داخل بلوشستان وداخل إيران. أي نعم، فيها كاميرات إسرائيلية داخل إيران، وجماعة موجودة بداخل جبال بلوشستان، وليس في أفغانستان وليس في باكستان. وهذا تصدير للمشكلة لخارج البلد، لأن البلوش يشعرون بالضيم، يشعرون بالظلم من هذا النظام. وهذه الأسلحة استولوا عليها ب 24/3/78، يعني قبل شهرين. نعم. عفوا قبل شهرين. أي نعم. أنا سؤالي، إذا كان أجهزة دولية تساعد البلوش وتساعد جند الله، إيش تعمل كاميرات إسرائيلية التي في حوزة الحرس؟ هم يتكلمون عن محو إسرائيل، ولكن عمليا يمحون البلوش والعرب في إيران. يتكلمون ضد أمريكا، وعمليا يساعدون أمريكا ضد أفغانستان وضد العراق. إذن نحن أمام دولة منافقة مزدوج الخطاب، يتكلم شيء ويفعل شيء آخر. طيب. يذبح البلوش، يذبح الكرد، يذبح العرب، يذبح السنة منذ 29 عاما، ليس من الآن. وضحت الصورة، تحل هذه المشاكل. نعم أستاذ عبد الرحيم، أستاذ عبد الرحيم وضحت الصورة. أنا عم طالب أنه يمددوا لنا الوقت لأنه الكلام مهم، ولكن دائما وقتنا قصير. نجاح إضاف ما بعرف يعني اللي عم يحكي لنا إياه معلومات يعني هو مصدرها، وطبعا مفاجئة، بس بدي